السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل كفتة بتتبيلة خطيرة تعجبك جدا جدا وتعجب أولادك وتعتمديها عندك بإذن الله. طرية جدا جدا من جوه وهتعجبك طريقتها. نبدأ بقى الفيديو، بس قبل ما أبدأ الفيديو لو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله. أنا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، يعني هي مش حمرا قوي، فيها نسبة من الدهون، وانا جبتها متعمدة ان انا اجيب نسبة عالية من الدهون عشان تبقى طرية وحلوة، لان الدهون بتخلي يعني بتخليها ناعمة وحلوة. عندي هنا بصلاية صغيرة كده انا بشرتها وعصرتها جدا جدا من المية اللي فيها. لو انت حابة ان انت تعمليها في الكبة برضو تمام. عندي هنا كده نص حزمة بقدونس فرمتهم فرم ناعم خالص. بعد كده جبت معايا بهارات، معلقه من كل بقى، كركم، بابريكا، بهارات لحمه، فلفل وكمون وشويه من الشطه وكمان ملح. كمان برضو انا كنت جايبه ب5 جنيه برغل بليته فهو حجمه زيت، هاخد منه بس كده نص الكميه وهعين الباقي في الفريزر، هو ما بيجرالوش اي حاجه. كمان هنزل ببيضه، كمان هنزل بمعلقه واحده من البيكنج باودر. اقلب كل المكونات دي جدا جدا وافضل اعجن فيها لحد ما تتماسك مع بعضها. وطبعا اللحمه المفرومه تطلع شعيرات كده، هوريها لك بعد ما اخلص فيها عجن، بس تعجني فيها على قد ما تقدري عشان تطلع نتيجه مظبوطه معاكي. كده بقى انا فضلت ادعك فيها واعجن فيها لحد ما طلعت القوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ انا عايزه القوام ده. خلاص كده بقى انضف ايدي وبعد كده احطها في التلاجة حوالي نص ساعه او تلت ساعه، وابدا ان انا اصبعها او احطها في الصينيه. جبت عندي هنا صينيه، اديها بقى دهنه كده من الزيت زيادة للأمان يعني. بعد كده أبدأ ان انا اخد كل قطعة كده، حاول ان انا اخليها بكميات متساوية عشان يبقى التسوية كلها واحدة. هبدأ كده بقى ابططها بالشكل ده، واجيب بقى اي سكينة عندي او حرف معلقة وابدأ ان انا اعملها بالشكل ده. طبعا بقى هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة دي، وبكده اكون خلصت الكمية كلها. بصراحة عملت كمية محترمة. ادخلها على الفرن بقى، ودي بعد ما خرجتها من الفرن هي احمرت من كل الجوانب ولقيتها استوت. طلعتها بقى، وكمان بعد ما طلعها غطيتها الاول شوية علشان خاطر حتى تبقى برضو ما تبقاش ناشفة معايا، تبقى طرية كمان. انا غرفتها في الطبق، انزل عليها بقى بشوية كده من الخضرة للتزيين بس مش اكتر. كمان هزينها كده بشرايح من الطماطم، وكمان عندي قرن كده من الفلفل الحامي هحطه معاها، وكمان عملت معاها شوية كده من السلطة وطبق من الطحينة. وبألف هنا وشفا. جربي الطريقة دي وهتعجبك جدا جدا. ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد.